صفقات حاجه سوبر اللي هي زي مثلا فلافيو، ادى طمأنينة بعد كده للناس ان هو خلاص موجود في البطوله. عماد متعب كان موجود قبل كده، يعني ما شفناش السنه دي. شوف عماد متعب مش صفقه، عماد متعب ابن النادي عندنا، لكن فلافيو او جilberto او فيليكس لما جم هم برضه كانوا لعيبه مغمورين. نعم. واللي شهرهم النادي الاهلي، واللي عملهم وصنعهم وكبرهم النادي الاهلي. نعم. كويس. اللي عايز اقوله انت لما بتجيب نجم ده محتاج فلوس كتيره، مش فلوس كتيره يعني. الاهلي فقير يا كابتن ولا ايه؟ لا يعني مش فلوس كتيره عشان ما عنديش الفلوس، لا. فلوس ديت تبوظ لك فرقه كوره يعني. مثلا انا واتعرض علينا نجوم كبار واتعرض علينا اسامي ممكن ان هي تيجي كويس زي مين يا كابتن حسن؟ الناس عايزه تعرف برضه بدون ما اقول اسامي يعني بدون ما اقول اسامي يعني المبالغ اللي كانت معروضه من 2 مليون يورو ل 2.5 مليون يورو في السنه كويس. وكان في واحد افيلبل ان هو يعني وصلنا ان احنا ممكن يجي، بس ما جاش ليه يا كابتن؟ ما جاش ليه بقى؟ ماشي، ما جاش علشان انا النجوم بتوعي اللي شايلين النادي الاهلي عاملين البطولات ديت مش هياخدوا 10 أو 20% من هذه المبالغ في السنة. ما ينفعش ان انا اقدر اجيب نجوم ونجومي برضو على درجة عالية جدا وبقدر ابيعهم اغلى في تفرقة في المعاملة، هبيعهم اغلى من اللي هجيبه. نعم. ولكن ما اقدرش ان انا اجيب نجوم واحطهم في ملعب مع نجوم تانيين اقل نفس المستوى واعلى، هيحس ان في ظلم وبياخد اقل منه 10 دبل اللي بياخده. مظبوط. هتبوظ فرقه كوره. فعشان كده دايما احنا بنقول احنا بنخلق النجم. بس احيانا يا كابتن حسن بيبقى كل فرقه فيها نجم او نجمين. انت عندك النجوم بتوعك يا ايوه، ما النجوم بتوعنا انت كان عندك نجوم ومشيت. يعني انت عندك النجوم اللعيبه اللي انت اشتريتها السنه دي يعني هل انت من وجهه نظرك كرئيس لجنه شايف ان دي تحقق لك طموحات النادي الاهلي؟ انا عندي نجومي ولازم اصنع نجومي يا مصطفى. ماشي. هل عندك قاعده في الشباب؟ من الشباب ومن الولاد اللي جايين الصغيرين. يعني احنا طول عمرنا بيبقى الولاد جايين لنا صغيرين. نعم. ويكبروا جوه النادي. نعم. ويعلوا صوتهم ويعلوا وزنهم وتقلهم جوه النادي. كويس. سواء جاي هو من بره او من جوه. يعني محمد شوقي ما هو ابن النادي صحيح، كان من بورسعيد. سوري. عماد متعب ابن النادي. سوري. محمد شوقي جاي من بورسعيد. لكن سكر وعليا وارتفع مستواه واصبح من اللعيبه الدوليه جوه النادي الاهلي. مظبوط. كويس. حسام غالي لما راح انجلترا كان ابن النادي الاهلي. نعم. ابو تريكه زي ما انت بتقول نادي الترسانه، لكن سكر وعليا وخد هذه الشعبيه وخد هذه الامكانيات لما جه النادي الاهلي. انا دايما في الحته ديت انت بتاخد نجوم وتصنعهم او يعني. ودايما يمكن واحنا صغيرين يقول لك ايه، ظهور نجم عن نجم هو تبطيل نجم اخر. يعني اكيد هي سنه الحياه. لما حد بيجي يكبر او يبطل او حتى يتعور ويطلع يلعب لعيب صغير ويحل محله وياخد فرصته، ممكن يخلي النجم ده يبطل. احنا بنصنع النجوم يا مصطفى. نعم. النادي الاهلي ده بيصنع نجوم، مش عاوزه كلام، وبيصنع مدربين وبيصنع اجهزه فنيه. مظبوط. واخد بالك؟ مظبوط. فهي دي الميزه بتاعتنا. يعني انت مثلا لما تيجي على جوزيه بالمبالغ اللي كان بنتكلم عليها او اي مدرب يبص هذا المبالغ، جوزيه لما جه عندنا كان بياخد 28 او 30 الف او 29 الف حاجه كده. كويس. جوزيه لما مشي من عندنا ماشي ب1.5 مليون يورو. ما شاء الله. ما شاء الله. فادي النادي الاهلي ازاي بيصنع نجومه سواء للعيبه او حتى للاجهزه، وهو مدرب كويس. اكيد لا حدش يقدر ينكره طبعا. ما اقدرش اقول مدرب مش كويس. طيب كابتن حسن، وليد سليمان وشريف خيري، وليد سليمان بتروجيت وشريف خيري الاسماعيلي، سمعنا ان النادي الاهلي خلص مع وليد سليمان شريف عبد الفضيل ووليد سليمان. هل فعلا تم تعاقد كامل ولا مفيش كلام من ده؟ مفيش تعاقد. مفيش تعاقد ولا في اتفاق؟
مفيش اتفاق. اتمنى يبقى في اتفاق، اثنين لعيبه كويسين يعني. هل في مفاوضات مع النادي الاسماعيلي وصلت لحد فين؟ اعتقد في مفاوضات معاهم مع الاجهزه يعني، بس انا شخصيا ما بخش في المفاوضات. مفيش. هل لجنه الكوره ما بيجيلهاش؟ لا ما بنخشش مفاوضات يعني. انا واخد بالي. لكن بلا شك اتنين في تفاوض معاهم واتنين كويسين، بس احنا يعني مطالب بس يعني مطلوب وصلنا لمرحله ووقفنا. طيب كابتن حسن، هبدا اخش على الانتخابات، وزي ما معودنا ان انت بتتكلم بكل صراحه وبتقول لي اسال اي سؤال واحنا على السنه احنا هنجاوب. كابتن، انت طبعا هنا الصوره وانت حضرتك بتقدم للثماره بتاعه الترشيح. كابتن حسن، عاوزين نعرف من البدايه انت اخترت القائمه بتاعتك على اساس ايه؟ هل في معايير اللي على ضوءها بتتم الاختيار؟ شوف، انا هبتدي باللقطه دي اول مره اشوفها. اول مره تشوفها؟ انت احنا عندنا هنا كل حاجه اول مره يا كابتن حسن. اتفضل يا كابتن.